السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال واحسن صحة. وجيت لكم بفيديو جديد مهم كالعادة، وهو ازاي اقدر اعرف طول السلاحف الفأس وكمان وزنها. طبعا بيجيلي اسئلة عن الموضوع ده كتير، وبيقولوا لي نعرف ازاي السلحفة بتكبر كل سنة كام سنتي وبيبقى وزنها كام. فطبعا الموضوع ده ما كانش ينفع ان انا اجاوب عليه الا طبعا بفيديو عملي، زي ما عودت حضراتكم ان التجربة خير دليل. فانا ما ينفعش ان انا اتكلم كلام كده وخلاص، انا بحب كل حاجة عملي. اوكي، هنقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وعلى اصحابه وسلم، ونذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. نقول بسم الله الرحمن الرحيم وندخل على الفيديو بتاعنا. طبعا موضوع ان احنا نعرف وزن السلحفة وطولها ده لازم طبعا ان احنا اول ما السلحفة تفقس من البيضة نوزنها ونبتدي نقيس طولها، وبعد مثلا كل شهر او كل فترة نبتدي نوزن نشوف الوزن زاد ولا لا، ونبتدي نشوف الطول زاد ولا لا. في الحالة دي بس اللي هنقدر نحدد السلحفة بتكبر كل شهر قد ايه او كل سنة قد ايه. زي مثلا ما يكون عندنا بيبي صغير، اختنا او اخونا الصغيرين بنلاقيه صغير وفجأة بيبتدي، يعني بعد ما بنشيله بيبتدي يزحف وبعدين يمشي وبعدين يطول سنة بسنة يبقى شاب وبعد كده يبقى راجل، وهكذا مراحل الحياة. السلحفة برضو نفس الحكاية، بتبقى قد الجنيه، بتبتدي تكبر واحدة واحدة لغاية ما بتوصل لسن البلوغ، وما شاء الله صدفتها بتكبر. زي ما قلت لحضراتكم الموضوع صعب، ما ينفعش ان احنا نقول كلام كده وخلاص. فانا عشان كده حبيت ان انا اعمل لكم الفيديو عملي. طبعا انا عندي 3 نماذج مختلفين سبحان الله، لان كل سلحفة فقست لوحدها. طبعا التوأم النمو بتاعه ضعيف جدا، عشان هما طبعا 2 كانوا في بيضة واحدة. مفروض يعني كانت تبقى سلحفة، لو كانت سلحفة واحدة كان النمو بتاعها هيبقى طبيعي زي بقية السلاحف. اما سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ربنا ليه حكمة في كل شيء. هنا طبعا هنجيب طبعا الميزان بتاعنا، وبعدين نبتدي بقى نجيب السلحفة بتاعتنا، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ده التوأم، نشوف هو كان لما فقس كان كام جرام. 14 جرام يا خلاصي صغننين خالص. 14 جرام ده اول ما فقس. طبعا بعدها بحوالي تقريبا 10 ايام، لان السلحفة التانية اللي فقست كانت اهي 13. انا قلت اما اوزنهم، كانت طبعا السلحفة التالتة لسه ما فقستش، فانا قلت اما اوزنهم لقيت طبعا التوأم زي ما بقول لحضراتكم كده 14. فانا قلت عشان 2 اهو، بس هو الميزان ايه بيتحرك، بس هو 14 مش 13. تمام. مع السلحفة التانية 14، يبقى الاتنين وزنهم 27 جرام. ده كانت لسه السلحفة التانية فأسة ما بقلهاش حاجة يعني، فأنا قلت موزنهم عشان نعرف. هنا طبعا لما بقى السلاحف التلاتة فأسوا، طبعا الكلام ده بعد شهرين أو كمان شهرين ونص من الوزن الأولاني. فقلت بقى موزنها لكم واوريكم هما يا ترى زادوا قد ايه في الشهرين ونص دول. طبعا كانت السلحفة الأخيرة طالعة يوم 15/9، والسلحفة الوسطانية اللي هي شبه زقزوقة كانت طالعة 5/9، وتقريبا التوأم كان طالع تقريبا 25/8. تمام. يعني كل واحدة تقريبا كده بينهم 10 أيام، يعني سبحان الله بين كل سلحفة والتانية 10 أيام. هنا بسم الله ما شاء الله السلحفة اللي شبه زقزوقة والسلحفة اللي شبه زقزوق كان طبعا في فرق في الحجم ما بينهم، بس بسم الله ما شاء الله بعد مرور شهرين مع الاهتمام والعناية بالسلاحف ابتدت ايه يعني الصدفة تبقى قد بعض. هنقول بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. هنا بقت السلحفة لوحدها 27 جرام، كانت هي والتوأم 27 جرام لو تفتكروا. هنا بقى بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هنا 23 جرام فرق. 4 جرام عشان طبعا الحجم، وهي طلعت بعدها ب10 أيام. طب هنيجي بقى للتوأم. فجأة بصراحة أنا اتصدمت، لقيتهم ما زادوش كتير، هما 16
بس طبعا عشان الميزان حساس فايه اي هزة يعني بتتحرك فبيحرك الوزن. هنا طبعا وزنهم كله مع بعضه 65 جرام. فطبعا التوأم عشان زي ما قلت لحضراتكم هو اتنين مع بعض، فالنمو بتاعه بطيء جدا جدا جدا، يعني غير طبعا السلاحف اللي هي سبحان الله طالعة طبيعي من غير يعني مش توأم مع بعض. هو هنا لا، انا هصفره وبعدين اشغله من جديد على اساس يجيب الدرجة او الوزن صح. هو 16، يعني هم زادوا 2 جرام بس. ليه؟ طبعا هم طبعا المعدة واحدة، هم 2 بس المعدة واحدة وفتحة الاخراج واحدة. تمام. طبعا انا لما قست السلاحف، بس للاسف الشديد الفيديو لانه من فتره انا مش لاقياه، بس انا قستهم قبل كده وكنت مصوره، بس معرفش الفيديو اتمسح ولا ايه. دي طبعا السلحفه اللي هي زقزوقه، اللي هي شبه زقزوقه صغنطوطه دي، انا اول ما قستها كانت 3.5. انا فاكره كويس جدا ان هي كانت 3.5 تمام سنتي. هنا بسم الله ما شاء الله وصلت ل5 سنتي بعد 2.5 شهور. هي كانت طالعة يوم 5/9 والنهاردة تقريبا 5/12. فكده 3 شهور. شايفين هنا طبعا السلحفة التانية دي اللي فقت 4.5، دي ساعة ما اتولدت كانت 3 سنتي. انا قستها كانت 3 سنتي، بس للأسف انا مش لاقيه الفيديو خالص، بس قلت برضه هقول لكم على اللي هم طولهم. يبقى دي كانت 3.5 ودي 3 سنتي. طبعا السلاحف التوأم صعب جدا ان احنا نقيسهم، لانهم هم بيطولوا بالعرض، ما بيطولوش زي السلاحف العادية. فبرضه هوريكم. هو طبعا انا ما قستهم اول ما فقسوا كانوا نفس الحكاية، كانوا 3 سنتي اللي هو طول الصدفة، وده الطبيعي ان السلاحف الفأس من 3 سنتي ل3.5، ده الطبيعي جدا. طبعا هنا هما بيطولوا بالعرض، فانا بوريكم طبعا القياس ده غلط، انا ما بقيس كده، انا بس بوريكم ان هما بيطولوا بالعرض مش بالطول، يعني زي بقية السلاحف عرضهم 5 سنتي، وده الطبيعي ان هما لو هي سلحفة واحدة زي ما بقول لحضراتكم كانوا يبقى الوقتي طولهم 5 سنتي. اوكي. زي السلحفة اللي هي زقزوقة طبعا نص سنتي مش كتير، يعني هي ما شاء الله السلحفة اللي هي مدام مها بتقولي اسميها سكرة واسم لذيذ عشان هي فعلا مسكرة. وانا عايزة اسمي السلحفة اللي هي شبه زقزوقة دي هسميها مها على اسم مدام مها، لانها طبعا من المتابعين الغاليين عندي جدا والمخلصين ليا جدا جدا، وما شاء الله بتحب تتابع فيديوهاتي بسم الله ما شاء الله، يعني ما بتملش خالص منهم، وبتتفرج على الفيديو مرة واتنين. بتعشق حاجة اسمها سلاحف، كمان بتحب السلاحف اللي عندي جدا. فانا هسمي السلحفة دي مها، وهسمي السلحفة التانية اللي هي شبه زقزوق سكرة زي ما هي طلبت مني. طبعا هي طالبة مني ان انا اشتري سلحفة فأس مصري صغيرة، بس انا بصراحة ما عنديش. انا هنا في البلد عندي لازم انزل القاهرة عشان اجيب سلاحف كويسة واشوفها انا بعيني. ما بحب الشغل النت والتوصيل وكده للأسف الشديد. ما في ثقة للأسف يعني، فأنا أحب أجيب الحاجة بعيني. فلما أنزل بقى إن شاء الله، إحنا في دراسة الأيام دي فصعب الموضوع إن أنا أروح أدور بنفسي وكده. فإن شاء الله في أقرب وقت هجيب لو لقيت سلحفة مناسبة، وكمان هجيب ذكر لبندوقة والزيزي، فربنا يقدم اللي فيه الخير. عامة احنا حاليا مش في موسم التزاوج، فانا مش مستعجلة. تمام. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده اللي انا عايزه اقوله لكم كمان ان وزن السلحفه او طول السلحفه او عمر السلحفه ما بيتعرفش الا لو السلحفه فقس عندي من البيضه، الا لو وزنت السلحفه اول ما فقست او قست طولها اول ما فقست. في الوقت ده بس اللي بنقدر نحدد فيه طول او عمر او وزن السلحفة. اي كلام تاني
هيبقى هري وخلاص يعني، او كلام وخلاص بمعنى اصح يعني. تمام. يا رب الفيديو يكون نال اعجاب حضراتكم، وقولوا لي على رايكم في اسم السلاحف. طبعا التوأم ده انا قلت مسميه سمسم وسمسمه لانهم مسمسمين خالص، وهنسمي سلحفه مها، والسلحفه التانية سكر. اوكي. وطبعا عندنا بندوقه وزيزي وزقزوق وزقزوقه، وان شاء الله نجيب ذكر بندوق بقى البندوقه باذن الله. ربنا يقدم اللي فيه الخير وييسر الامور ويبارك في سلاحفنا كلها، ونحافظ عليهم من الموت والانقراض، لان دي روح وهنتحاسب عليها. اللي قد تربية السلاحف يربي، واللي مش قد التربية يا ريت ما يربيش، عشان احنا مش عارفين ايه اللي هيدخلنا الجنة وايه اللي هيدخلنا النار. اذا عشت وكان لي عمر انتظروني في فيديو جديد. باي باي.